من الحاجات اللي بنعملها ساعات مش مظبوط هي ان احنا نحط اللحمه في ميه بتغلي على طول. الميه اللي بتغلي على طول ونحط فيها اللحمه صحيح هنلاقي ان مش هيطلع لها ريم زي ما نحط اللحمه في ميه ساقعه الاول. ميه ساقعه الاول بتطلع ريم كتير، ولكن الريم ده حاجه كويسه ان هو يطلع، لان ده كل الشوائب، اي دهن زياده، اي شوائب لازقه في اللحمه ما طلعتش، ما غسلناهاش كويس، ايا كان، كل ده بيطلع في الريم. يعني كل الشوائب اللي احنا مش عايزينها تكون في الشوربه بتاعتنا بتطلع في الريم. ولازم طبعا نشيله من فوق الوش وما نخليش الميه تغلي جامد طول ما في الريم اللي على الوش ده، علشان ما يرجعش يدخل تاني في المرق بتاعنا. يعني اول باول نشيله من فوق الوش. الفرق ما بين الميه السخنه والميه الساقعه ان الميه السخنه اللحمه زي الجلد بتاعنا وزي اللحم بتاعنا. لو اللهم صل على النبي ان شاء الله كده ما يحصلش ابدا حد وقع عليه شويه ميه سخنه او حاجه، بنلاقي ان الجلد بتاعنا كش، اتكرمش وكش. ده لان فرق الحراره بيخلي اللحم يكش في بعضه وبيتماسك، وبالتالي بيبقى جامد. يعني العضله بنلاقيها انها اتشدت، واحنا مش عايزين كده، بالعكس احنا عايزينها ترتخي تماما وتنزل كل الكولاجين اللي فيها، علشان الالياف بتاعت اللحمه تفك من بعضها. الكولاجين ده كل ما اتمسك جامد، كل ما خلى الالياف تمسك في بعضها اكتر، كل ما اللحمه كانت ناشفه اكتر.